السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالخصوص للناس اللي عندهم مشكل د الطوموبيل كتهرب ليهم اليمين واليسار، يعني كبقات زيكزاكي. الناس اللي كيكونوا جايين تابعينهم من اللور كيشوفوا الطوموبيل غادي حتى الحاشيه وتعاود ترجع. راه السبب اللي اولا الاسباب اللي كتخلي هذا المشكل هذا يطيحوا فيه المبتدئين، انا غنطرق له في هذا الفيديو هذا. تبعوا من البدايه حتى النهايه وبارطاجيوه بشحال الناس محتاجينه، واهداء الاخت خديجه من طنجه. اول مشكل كيكون بالنسبه للمبتدئين هو الطريقه باش كيشدوا الديريكسيون، انها كتكون مزيره. راه قد ما زيرتي يدك على الديريكسيون عارف باللي الطوموبيل غادي يبقى تجبدك لواحد الجهه، لحقاش داك التزييره اللي كتزير يدك على الديريكسيون اش كدير؟ الا ما لغي واحد شي شويه كتبقى كتهرب للجهه اللي شمال الديريكسيون. هذه الاولى. المشكل الثاني هو فين كتحطوا يديكم على الديريكسيون. ما خصكش تبقى تنقل كل مره فين تشاد، وما خصكش تشد بالمقلوب كما كيديروا بعض الشباب، او لا يد الفوق يد التحت. راه هذا كيخليك انك ما تعرفش شحال بعدتي باش ترجعوا. والمشكل الثالث هو انك ملي كتقرب العينين ديالك اول حاجه خصها تركز على اليمين، ما تشوفوش اللي في وسط الطريق. والفيراج خصك تستعد ليه قبل ما توصل ليه، يعني ما تجلسش حتى توصل عاد تدور. الا قلتي حتى وصلتي عاد دورتي غادي تدور وتهرب لك الطوموبيل، يعني خصك قبل. والنقطه الرابعه انك ملي تقرب مثلا اليمين خصك ترجع سير بلاص. اما الا دورتي دابا مثلا اليسار وخليتي يدك دايره راك غادي تخرج على الطريق. هادو النقاط اللي كتخلي الطوموبيل تبقى غاديه وتتزيكزاكي لك في الطريق، تتخوف الناس اللي جايين من موراك واش هذا سكران واش ملهي واش لا. حاولوا ما امكن اليد تكون منزله، يد قدام يد، تكونش وحده طالعه وحده هابطه، واليد مرخوفه باش يتحيد لكم هذا الخوف كمبتدئين. فاش تكون كتسوق حاول ما امكن كل مره تحركي يدك، ما تبقاش كارز. راه شحال من واحد داك الخوف تيجيب له كيتهيأ له انه الا زير يديه راه صافي ما غيوقع حتى مشكل. الطوموبيل ديالنا دائما كنسوقوها بلا ما نزيرو حتى شي عضو من الاعضاء الجسد ديالنا، يد منزله واليد اللي بغارتها محطوطه بحال حاطها هكا ماشي شاد ماشي مزير. وكما قلنا الا قربتي رجع، بعدنا واحد شويه اليمين رجع سير بلاص، ما تخليش حتى تعوج لك الطوموبيل عاد ترجع. راه شحال من واحد كيدور اليمين وتيخلي يديه مدورين حتى تعوج الطوموبيل عاد يرجع. لا، انا دورت واحد شي شويه اليمين نرجع سير بلاص، لحقاش راه الديريكسيون شنو هو الروايد. دورتي رويضتك اليمين غشديتي بلاصتك عاود رجع، راه بحال كتعوض الجلسه ديالك. نفس الشيء بالنسبه لليدين ديالنا، يعني باش تتحكم في الطوموبيل ديالك انا عطيتك النقاط ديالك باش تبقى غادي ومسرح. الطوموبيل كتخلي نص مترو من اليمين ونص مترو اليسار وما كتعتبرش الناس اللي من موراك. نتمنى ان شاء الله يا ربي يكون هذا الدرس هذا اجابه الناس اللي كيجاوبوني. انا راه ما كنعرفش كيفاش ندير الطوموبيل كتهرب ليا. وبالخصوص هذا المشكل هذا فين كيبان ملي كتكون الطريق فيها جوج المسارات بحال هكا، يعني كاين الضيق كاين الحاشيه ديال الطريق. راه الا كان الليل وكان عندك هذا المشكل هذا راه الله يحفظك شحال من واحد كيتسبب له ان الطوموبيل ديالو تقلب، لحقاش كتكون غاديه وعاود كثر ملي كتكون غادي بسرعه كبيره. راه ملي كتكون غادي بسرعه كبيره وتهرب لك الطوموبيل الحاشيه الله يسر وما عرفتيش كيفاش تعامل ما بقاش تخرج لك، راه هذا سبب من الاسباب اللي كتخلي الطوموبيل تزهق في الحصه وتقلب. ونتمنوا ان شاء الله ربي السلامه للجميع والسلام عليكم.